جسر العبور نحو الحياة. في وسط عاصمة ولاية الجزيرة مدينة واد مدني، حيث تتشابك الطرق وتلتقي نبضات الحياة في المدينة، تم تأسيس صرح طبي ليغير مفاهيم الرعاية الصحية. هذا الصرح ليس مجرد موقع جغرافي استراتيجي، بل هو نقطة الارتكاز الأولى وملاذ النجاة ليختصر مسافات الألم، ويضع الحلول العاجلة على طاولة أرقى معايير الجودة العالمية. خلف هذه الجدران لا تقتصر القوة على التكنولوجيا، بل تصنعها العقول. نخبة من أبرز الكوادر الطبية السودانية والبريطانية، أسماء كرست حياتها للعلم وخبرات تتقاطع فيها الدقة الأوروبية مع الإنسانية العميقة. أطباء وجراحون وأطقم تمريض لا يبحثون عن العلاج فحسب، بل يصنعون الأمل في أقصى الظروف. المستشفى السوداني البريطاني ليس مجرد مؤسسة علاجية، بل هو وعد متجدد بالحياة ودرع صحي يطمئن له المريض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الدكتور عبد الله عبد الحفيظ، استشاري جراحة العظام والإصابات واستبدال المفاصل، المدير العام للمستشفى السوداني البريطاني. كما يعلم الجميع أن المستشفى السوداني البريطاني يعتبر من أكبر المستشفيات في ولاية الجزيرة في القطاع الخاص، وبيقدم خدمات تخصصية متقدمة في مجالات مختلفة، في مجال الجراحات الدقيقة زي جراحات الجهاز الهضمي والكبد، وجراحات المناظير، وجراحات أورام المخ والأعصاب، وجراحات المفاصل، وجراحات السلسلة الفقرية، وجراحات المسالك البولية، والتخصصات جراحات الأطفال والجراحات التخصصية المختلفة. بالإضافة لأن المستشفى يحتوي على أكبر قسم للعناية المكثفة يمكن داخل ولاية الجزيرة، وبأجهزة حديثة، وموجود استشاري بتاع عناية مكثفة. يعني واحدة من الميزات الكبيرة جدا في قسم العناية المكثفة، المستشفى بيحتوي على قسم لغسيل الكلى، بالإضافة لحضانة للأطفال، وقسم للنساء والتوليد، بالإضافة لغرف العمليات المجهزة تجهيز كامل. والمستشفى يمكن المستشفى الوحيد في القطاع الخاص اللي هو فيه محطة بتاعت أكسجين، بيمد المستشفى بالأكسجين بصورة مباشرة. ودخل لأنه المستشفى فيه طوارئ لمدة 24 ساعة تستقبل الحالات المختلفة من مناطق مختلفة، والحمد لله يعني تم توطين كثير جدا من الجراحات التخصصية اللي كانت بتجرى يعني يمكن يا خارج السودان أو كانت في ولاية الخرطوم، نسبة للظروف الحالية في البلد والحرب وكده عدم توفرها سمح بأنه أنها تتوفر في المستشفى السوداني البريطاني. والآن التردد بتاع المستشفى يمكن من أغلب ولاية السودان يعني لإجراء الجراحات التخصصية المختلفة. يمكن برضو المستشفى فيه قسم بتاع عيادات شغالة على مدار الساعة للتخصصات المختلفة، يعني في التخصصات الدقيقة زي الأمراض الباطنية والسكر، أمراض الروماتيزم، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض
والأمراض المختلفة يعني في التخصصات المختلفة، بالإضافة لمعمل مرجعي بتجري فيه معظم الفحوصات يمكن ما متوفرة برضه في أغلب المستشفيات يعني. الآن المستشفى بحمد الله سبحانه وتعالى بعد تحرير مدينة المدني وعيد تأهيله، والآن يقدم خدماته بصورة ممتازة جدا، وتجرى فيه يمكن من 100 ل 150 عملية في الشهر يعني للتخصصات الدقيقة، والعمليات العادية يمكن تجرى زي 300 عملية يمكن في الشهر. يمكن ده بصورة عامة النبذة عن المستشفى السوداني البريطاني. شكرا جزيلا. وهناك تشخيص يعتمد على أحدث ابتكارات العصر، منظومة كاملة صممت لتتحمل أصعب التحديات وتوفير بيئة شفاء استثنائية تحيط بالمريض من اللحظة الأولى وحتى التعافي التام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة أسماء يوسف عبد الله، رئيس قسم العلاج الطبيعي في السودان البريطاني. الحمد لله القسم بيستقبل جميع الحالات المحتاجة لعلاج طبيعي على التأهيل من مختلف التخصصات الطبية، وبيجهز كل الأجهزة والمعدات المتطورة اللي بتساعد في العلاج الطبيعي وعدم التأهيل. بيستقبل حالات المخ والأعصاب وحالات العظام وقبل وبعد العمليات، وحالات الأطفال المحتاجة لعلاج طبيعي وعندهم تأخر حركي وإصابات الملاعب، وكل الحالات المعروف إنها تحتاج علاج طبيعي، الخشونة والغضروف والكسور وحالات التهاب العصب السابع، كل الحالات. دائما عندنا مقولة بنقولها: الألم قد يكون جزء من الحياة، ولكن العلاج الطبيعي يعيد لنا الحياة بلا ألم. هنا حيث يتقاطع الموقع الاستراتيجي الفريد مع الكفاءة الطبية المطلقة وتحل المعضلات الصحية المعقدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة سارة عمر بن عوف، صيدلانية في المستشفى السوداني البريطاني، مسؤولة من الصيدلية توفير الأدوية للمستشفى. الصيدلية بتعمل 24 ساعة إن شاء الله. الأدوية المتوفرة أدوية الطوارئ، الأدوية المنقذة للحياة، أدوية الأمراض المزمنة، بالإضافة للمحاليل الوريدية والأدوية الروتينية، المضادات الحيوية، أدوية الملاريا إن شاء الله. منذ انطلاقته في شهر مايو للعام 2023 نجح المستشفى في إحداث نقلة نوعية في القطاع الطبي عبر استجلاب أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية بتقديم خدمات متطورة جعلته واحداً من أهم المستشفيات السودانية. بانضمامي إلى المستشفى البريطاني بود مدني، وأرجو أن أكون إضافة للمرضى وللزملاء المعاي، وحابب إنه أضيف إنه حاجة بسيطة عن مرضى القلب وعن مرضى القلب. إنه أي حد يحس بأي ألم في الصدر، بغض النظر الألم ده لمعدة ولا أي حاجة، أحب إنه يجي يعمل رسم قلب ويعمل فحوصات لإنزيم القلب عشان نطمئن عليه وعلى صحته، بالخصوص إنه يكون عنده سكر أو ضغط. وأحب إنه أضيف إنه لأي زول حتى لو كان ما مريض قلب إنه يتمشى في اليوم ويمتنع من الأكل اللي فيه دهون كثيرة. نحن عادة في مركز القلب بود مدني بنهتم أكثر بمرضى
كل مرضى القلب، لكن أكثر بمرضى شرايين القلب. يعني بتتعمل لهم قسطرة، بتتعمل لهم موجات صوتية للقلب، لا قدر الله لو يحتاجون خدة عامة، لا قدر الله لو في كم شريان نحتاج إنه نحولهم إلى جراحة القلب. في المستشفى البريطاني السوداني، هو مستشفى معروف في واد مدني، مستشفى قديم، مستشفى بيهتم بكل تفاصيل المرضى، بيهتم بكل التخصصات ما بعد الباطنية بالعمليات. يعني مثلا أي عيان بيجي لعملية بيعملوا له فحوصات دقيقة للقلب قبل ما يخش العملية، بيعملوا له فحوصات موجات صوتية للقلب عشان يطمنوا على قلبه أول. مستشفى بتضم كوكبة من الأطباء والزملاء الجيدين يعني في مجاله. بين ركام الألم وعتمة الرحيل، ظلت روح مدني العريقة تتنفس عشقاً للحياة، وبقي المستشفى السوداني البريطاني شاهداً حياً على أن الإنسانية لا تموت أبداً، بل تبعث من حطام اليأس نوراً يبعث الأمل من جديد.